البوليس وصلهم بلاغ باللي البزناز عيقوا ولاو مدورين الفانيد وداكشي اللي كيدوخ بالعلالي. واثناء المداهمه ديال داك الاوكار اللي كيتباع فيهم هادشي غادي يقاومهم داك البزناز، ولكن غادي يشدوه وغادي يبداو معاه التحقيق، ولكن ما غاديش يعترف ليهم بداكشي اللي كيبيع. غادي يعترف ليهم بجريمه داز عليها اكثر من 14 عام الشرفه. غادي نرجعوا بالتاريخ شويه اللور، وبالضبط سنه 1994. واحد الراجل سميتو رابح كان كبر شويه، دار واحد 40 عام، عاد بغى يكمل دينو. هاد السيد هذا كان عيا شويه، ولكن كيف كنقولوا بوكو العاقه غادي يمشي يقصد واحد الناس قراب ليه. عندهم واحد الدريه مازال صغيره شويه، عندها تقريبا شي 26 عام فحال هكا. هي في الاول رفضات، ولكن والديها بزو عليها داكشي علاش قبلت عليه. المهم داز السنين بين هاد الجوج، ولدو بنيه ووليد. الدريه دارت واحد 20 عام والدري كان عنده واحد 10 سنين. داك رابح عيا بزاف ومرض واحد المرض، وداك المرض اثر ليه على عينيه وما بقاش كيشوف مزيان. وملي قلالت صحته مرته ما بقاش كتسوق ليه كيف ما كانت، لدرجه ملي كانوا كيشوفوها خوتها كانوا كيدخلوا كيقولوا ليها هادشي اللي كديري فيه راه ما يبغيه لا الله لا عبدو، حاولي على راجلك شويه وشوفي من حاله. الراجل ملي كيجي يخرج للجامع كيخرج للحومه كيلقى ولاد الدرب كيوصلوه للجامع بحكم انه ما بقاش كيشوف. ولكن واحد النهار بالعيد الكبير رابح كيخرج من الدار وما بقاش بان ليه الاثار. خرجت قلبت عليه مراسو ولكن والو. انتشر الاخبار في السيكتور كيف كنقولوا او الحومه بين الكبار والصغار، وقالوا باللي رابح صافي طج وهز يديه للسما ومشى وغبر وما بقاش بان ليه الاثار، وسبابو مراتو اللي ما بقاش كتسديها فيه، وهو يهز راسو وجمع حوايجو وهاجر مراتو وولادو. ولكن بقى السؤال مطروح، فين مشى؟ مراتو فاطمه مشات دارت واحد المذكره ديال البحث بخصوص الاختفاء ديالو، والناس ديال الحومه ديما كيبقاو يجي يسولوا عليه. ولكن مرته مسكينه كتبقى تبكي وكتقول زماني وتاج راسي مشى، واخا كنت كنغوت عليه ولكن هو اللي كان غطايا وهو اللي كان هز ولادو راح الغالي. ولكن البكا ما نفع بوالو، والملف اللي كان محلول بخصوص الاختفاء ديالو بقى محلول حتى شبع غبره. دازت على هاد القضيه واحد 14 عام، ولاد فاطمه كبروا، والدري الصغير اللي سميتو ابراهيم كبر دار 24 عام، والدريه دارت 34 عام. الدري ابراهيم تعاشر مع شي دراري كانوا خارجين الطريق شويه. ايوا سيدي الدري تبلا ولا كيضرب الفانيد الحشيش، المهم اي بليه ولا كيديرها. داك الدرب اللي كان ساكن فيه كانوا بعض البزنازه كيبيعوا بالتقسيط، والبوليس كثروا عليهم الشكايات بخصوص ديك الحومه. واحد النهار وهي دير الدوريه باش يقوموا بالتطهير ديال ديك القنت، ارى لي سيدي فاش كانوا جايين البوليس صار الانتباه ديالهم واحد خونا وهما يقفوا عليه باش يتحققوا من الهويه ديالو، يشوفوا واش عنده شي سوابق، عنده شي شكايات، واش هز معاه شي حاجه. وفعلا قلبوه وما يلقاو هز معاه الفانيد، وما يقولوا ليه اجي الشريف منين جاك هادشي كتبيع نتايا؟ هو يقول لهم لا الشاف انا راني غير مستهلك. قالوا ليه غادي تركب معانا وغادي تدينا عند السيد اللي شريتي من عنده، والا ما بغيتيش ولا ما وريتيهناش اذا انت اللي كتبيع. قال لهم الله يهديكم الشرفه انا راني غير شاري وغير مستهلك، ولكن غادي نديكم عند السيد اللي شريت من عنده، ولكن خصكم توعدوني باش ما نبانش، باش ما يبقاو حالفين فيا. قالوا ليه صافي كون هاني يلا طلع. منين وصلوا للدرب اللي كان شرى منه كيبان ليهم ابراهيم وواحد الدري اللي هو البزناز. يعني ابراهيم كان جالس مع البزناز. داك خينا اللي كانوا شادينو البوليس نعت ليهم عند منشره. ديك الساعه غادي ينزلوا البوليس من الصطافيط وغادي يعطيوها للجري باش يشدوا ابراهيم والبزناز. من بعد 4 ساعات ديال الجري قدروا يشدوهم بجوج، يعني ابراهيم والبزناز، وبداو معهم التحقيق. ولكن غادي يبداو مع البزناز هو الاول، حيت هو اللي فاش شافهم في السبق موراهم هو اللي لح الشكاره، وفاش قلبوا داك الشكاره لقاوها عامره فانيد وزطله. وباش تجي يتهرب من المنسوب ليه في الاول ما اعترفش ليهم، وقال لهم هادشي راه ماشي ديالي، هادشي راه ديال الدري اللي كان معايا اللي هو ابراهيم زعما. وما يقولوا ليه البوليس جلس تشريو برك متور فينا، انت ديما داخل وخارج على التجاره وتقول لنا هادشي ماشي ديالك. قالوا ليه شوف غادي نديرو معاك مزيان في حاله وحده، الا وريتينا الكرو اللي كتشريو من عنده. البزناز بقى كيشوف وكيدور في عينيه وشاف باللي داكشي لاصق فيه، وإلا قرب شكون الكرو او من عند من كيشري في الحبس يقدروا يديروا ليه شي حاجه. الكرو معرفو كتير ويقدروا يديروا ليه اي حاجه في اي بلاصه. هو يقول للبوليس اللي كيحقوا معاه اش بان لكم الا قلت لكم على واحد الجريمه خطار من هذه اللي شديتوني عليها تخرجوني من هذه القضيه؟ قالوا ليه البوليس شنو هو؟ قول لنا سيدي شنو باغي تقول. وهو يقول لهم شتو داك ابراهيم اللي شديتو معايا هذاك راه قاتلين باهم ودافنينه في الدار. قالوا ليه هادشي اللي قلتي لنا راه خطير، واذا كذبتي علينا في هادشي راه غتزادك عقوبه فوق عقوبه. وهما يقولوا ليه انت باش عرفتي هادشي؟
قال لهم راه حنا فاش كنكونوا سكرانين ومقرقبين كيبقى يعاود لينا ابراهيم على المشاكل اللي عنده في الدار، ومره كيبقى يجبد لنا باه اللي مدفون في الدار. البوليس تصدموا من هذا الخبر، وباش يقدروا يواجهوا ابراهيم بهذا الخبر قدروا يديروا واحد البحث بخصوص العائله ديالو. وفعلا داكشي اللي وقع. منين قلبوا لقوا واحد المذكره ديال الاختفاء دايرها الام ديال ابراهيم على الزوج ديالها هادي 14 عام. وداكشي علاش جاتهم الهضره اللي قال لهم البزناز منطقيه معلم، وهما يدوزوا عند ابراهيم اللي اعتقلوا، اللي في الاول كانت عنده التهمه غير استهلاك. بداو معاه الاستجواب، قالوا ليه البوليس عرفتي علاش شديناك؟ قال لهم حيت كنت مع البزناز. قالوا ليه لا حنا شديناك بسبب باك. هو يقول لهم علاش؟ با الله يرحمه. وهما يقولوا ليه البوليس مات؟ باش عرفتيه مات وانتم دايرين عليه مذكره ديال البحث؟ هو يقول لهم لا المهم فاش ما لقيناهش وخرجنا عليه مذكره بحث وما بانش بمعنى راه غالبا غيكون مات. قالوا ليه البوليس لا انتم صفيتوه ليه ودفنتوه وسط الدار. بقى كيدخل ويخرج في الهضره ابراهيم. قال لهم شكون اللي قال لكم هادشي ما كاينش. قالوا ليه البوليس هادشي اللي كاين. وهنايا فاش ابراهيم غادي ينزلوا دموعه وغادي يقول لهم انا ما درت والو. فاش كانت عندي 10 سنين ضرباتني الفيقه ولقيتها كتحفر لي حفره وكتدفن فيه هي و3 اخرين. من بعد شدتني من يدي ودخلتني البيت وسدات عليا. قالوا ليه وشكون هما هاد 3؟ قال لهم امي وولد عمي وراجل امي. قالوا ليه ولاش داروا لي هادشي؟ قال لهم ما عرفتش هادشي اللي عارف. داك الساعه خرجوا مذكرات بحث وتم الاعتقال ديال دوك 3، وكل واحد بداو كيحقوا معاه بوحدو. ولد عم ابراهيم منكر انه عنده علم بهذا الشيء، وراجل موت هو. والام حتى ديال ابراهيم كان عندها نفس الجواب ديال انه هذا الشيء ما كاينش. رابح اختفى وما بقاش بان وخرج من الدار وما عاودش بان ليه الاثار، وهذا الشيء اللي كينشف. وهما يقولوا ليه البوليس بلا ما تبقى تدور علينا ابراهيم راه اعترفه وراه اعترف باللي اصلا دفنتوه في الدار. ومن اللي ما باغينش تعترفوا منين نخرجوه قدام عينيكم ديك الساعه نكرو. وهي ابراهيم بقات كتضحك قالت لهم هادشي علاش نوضتوا الروينه؟ يلا غير سيروا قلبوا راكم ما غتلقاو والو. ابراهيم غير من اللي اختفى باه ولا كيتخيل هادشي. وفعلا ملي داو البوليس ابراهيم للدار باش يوريهم فين مدفون ما كيلقاو والو. حفروا تاعيا وما لقاو حتى شي حاجه. قالوا ليه قول لينا انت واش كتفلى علينا ولا شنو كدير؟ قال لهم كان هنايا. قالوا ليه فين هو منين هنايا؟ ورجعوا البوليس في حالاتهم، وما دون ما كاين حتى شي دليل على الادانه ديال دوك 3. بطبيعه الحال غادي يطلقوا الصراح ديالهم. داز السيمان على الافراج ديالهم. الجيران ديال موت ابراهيم واحد النهار غادي يعيطوا على البوليس وغادي يقولوا لهم داك 3 اللي طلقتوا الصراح ديالهم راهم من الليل كيجيو كيبقاو كيحفروا. المهم حنا في الليل كنسمعوا الصوت ديال الحفير. وهنايا حيت الروح عزيزه عند الله ملي تمت المداهمه ديال المنزل ديال داك خوتنا غادي تبين لهم باللي كاينه واحد الحفره كبيره في واحد البيت محفوره. ومن يقلبوا الدار غادي يلقاو في واحد الطواليت البقايا ديال العظام وحداهم واحد الحوايج بالين وقدام كانوا مدفونين معاه. وفاش قلبوا داك الحوايج لقاو فيهم لاكارت تاكدوا باللي داك العظام ديال رابح راجل فاطمه وبات ابراهيم. ولكن علاش داروا ليه داك الحاله؟ وهنايا غادي تكون الصدمه، وهنايا فين غتبان الحقاره ديال شي بشر. 3 اللي طلقوا غادي يعاودوا يعتقلوهم وتما غادي يعترفوا تفصيليا علاش. غادي تقول الام ديال ابراهيم بزو عليها باش تزوج رابح وهي ما كانتش باغياه. ورابح فاش عمى دارت بيه الدنيا وما بقاش بيدو الكلام، يعني ما بقاش هو الراجل في الدار. فاطمه ولات كتلعب مورا ظهرو، وهي فاش تعرفت على داك خينا اللي ولا في بلاصه راجلها عقلتو على بنتها. فاش عماها باها ولا كيجي عندها ولد عمها للدار. ونهار قبل العيد الكبير رابح غادي يعيط لمرتو باش تحسن ليه وجهه حيت الله غد ليه كاين العيد الكبير. ولكن حيت العاشق ديالها كاين في الدار قالت ليه انا ما مسالياش، ما غاديش نبقى مقابلك غير انت. وهو ينوض ليه ولد خوه اللي مع بنته هو اللي ناض حسن ليه. وهي تقول فاطمه لعاشقها هذه هي الفرصه، الا كنتي باغي نبقى ليك بوحدك. قال ليها اش غادي نديرو؟ قالت ليه غير تبعني. هزت الكابلي ديال المسجله ولواتها على عنق رابح وبقات مزيره حتى الدم والامان امانته. ولد عم ديك الدريه فاش شاف داك الديكور بقى مخلوع وبغى يهرب. وهي تقول لي فاطمه الا هربتي وعاودتي داكشي للبوليس غادي نقول لهم حتى انت عاونتيني والبصمات ديالك باقيين في عنقه ووجهه، وحتى هو ولا معاهم في الجريمه. من تما الدريه ما بقاش بان ليها الاثار، ما عرفت واش هربات ولا تسطات ولا ما عرفت شنو وقع ليها. شدوه ب3 وحفروا ليه، وفاش بغاو يدفنوه هي فاش فاق ابراهيم
ولكن من بعد يومين باش دفنوه. المهم ابراهيم عرفت انه واحد النهار ان ابراهيم غادي يكبر حيت شافهم ويقدر يقولها لشي واحد. عاودات حفرات ليه وهزاتو ودارتو بلاصه اخرى وتزوجت بالعشيق ديالها غير بالفاتحه وبقات عايشه معاه. ومن مورا هاد الاعتراف غادي يدوزوهم للمحاكمه وغادي يتحكم عليهم بثلاثه بالحبس حياتهم كامله وقليله في حقهم. قليله في حقهم. وابراهيم حتى هو غادي يتحكم بعدم التبليغ. قصه مؤلمه ياك، ولكن هذا الواقع ديال شي وحدين نكاري الخير. وهنايا الخوت غادي تسالي القضيه ديال هذا النهار. نتمنى تكون عجباتكم، وخا هي ما فيها ما يتعجب. نتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله. تهلاو في راسكم.